لو شعرك بيتعب، بيهيش، بيتقصف ومش عارفة ليه، فغالبا انتي بتعملي الأخطاء دي يوميا من غير ما تاخدي بالك. في الفيديو ده هقولك على 7 أخطاء بيدمروا شعرك، بس خلي بالك في نقطة فيهم هي أهم واحدة بتفرق جدا في شكل شعرك، فكملي معايا للآخر. طول الوقت قاعدة ورابطة شعرك بأستك، انتي كده بتكسريه بإيديكي. الشد المستمر ده بيعمل ضغط على جذور الشعر وبيسبب حاجة اسمها تراكشن، يعني تساقط بسبب الشد. الأفضل إنك تسيبيه سايب، ولو بيضايقك أو حرانة اربطيه ربطة خفيفة مرخية، وياريت تكون بتوكة ستان، أفضل بكتير من الأساتك العادية. طب لو دي غلطة بسيطة، فاللي جاية ناس كتير بتعملها ودي أخطر. لو بتربطي شعرك وهو مبلول، فدي من أسرع طرق تكسيره. الشعر وهو مبلول بيبقى أضعف بكتير، فبمجرد الشد عليه وهو بالحالة دي هيتكسر بسهولة. سيبيه ينشف الأول وبعدين اربطيه، ما تستعجليش. وده هياخدنا لغلطة تانية برضو مرتبطة بالبلل. لو بتسرحي شعرك وهو مبلول، ما ترجعيش تزعلي وتقولي شعري مقصف. الشعر في الوقت ده يا بنات بيبقى مرن زيادة عن الطبيعي، فبيتمدد ويتكسر بكل سهولة. الأفضل تستني لحد ما ينشف شوية، ولو لازم فاستخدمي مشط واسع وسرحي بالراحة. حتى طريقة التسريح يا بنات نفسها ممكن تبوظ شعرك. بتسرحي شعرك من فوق لتحت على طول، انتي كده بتشدي كل العقد مرة واحدة. الأفضل انك تبدأي من الأطراف وتفكي العقد واحدة واحدة وبعدين تطلعي على فوق، وبكده هتقللي الشد والتكسير بشكل كبير. والنقطة الأهم اللي قلتلك عليها في الأول هي طريقة استخدامك للفوطة، ودي هتفرق قوي في شكل شعرك. بتنشفي شعرك بالفوطة بعنف، بتحطيها على شعرك وهاتك يا فرك، انتي كده السبب انه يبقى هايش طول الوقت. الاحتكاك القوي بيفتح طبقة الشعر الخارجية، فبيخليه هايش ومقصف. الأفضل إنك تطبطبي عليه بهدوء، عامليه بالراحة. استخدمي مثلا تيشيرت قطن أو فوطة مايكرو فايبر، حاجة كده تكون بسيطة تمتص البلل من غير ما شعرك ينزل معاه. وطبعا المشكلة مش بس في طريقة التنشيف. بتسيبي الفوطة على شعرك فترة طويلة بعد الشاور، ده بيضر أكتر ما بينفع. بلاقي بنات بعد الشاور يفضلوا رايحين جايين بالفوطة، يحطوا كريمات وماسكات، يعملوا الروتين بتاع البشرة كامل. طب ازاي؟ طب وشعرك نسيتيه يا أمارات؟ الرطوبة المحبوسة دي بتضعف الشعراية وممكن كمان تزود الهيشان وتسبب تساقط. الأفضل نشفيه بلطف وسيبيه يتنفس بدل ما يفضل مكتوم. تقدري تروحي تعملي القهوة بتاعتك بعد ما تنشفيه، تقدري تكملي شغلك بعد ما تنشفيه، أو على الأقل سيبيه ينشف في الهواء الطبيعي. ليه تكتميه؟ النقطة الأخيرة دي بقى كل الناس بتنساها. عمرك فكرتي تنضفي الفرشة بتاعتك؟ طب فكرتي ان هي ممكن تكون سبب في تلف شعرك؟ ده احتمال كبير، لان الزيوت والاوساخ المتراكمة عليها بترجع تاني على شعرك وبتأثر على فروة الرأس. ضروري جدا انك تنضفيها دايما عشان تحافظي على نظافة وصحة شعرك. قوليلي بقى في الكومنتات ايه اكتر غلطة من دول كنتي بتعمليها، ولو فاكرة ان دي كل الاخطاء، للأسف في جزء تاني فيه اخطاء اخطر بكتير ممكن تكوني برضو بتعمليها من غير ما تاخدي بالك. ولو عندك أخطاء تانية غير اللي قلناها النهاردة، ياريت تشاركينا بيها في الكومنتات.